ليه دهون البطن اخر حاجه بتروح في جسمك لما تيجي تعمل دايت؟ الموضوع مش عناد، خليك معايا دقيقه علشان تفهم جسمك بدل ما تكرهه. اول حاجه لازم تفهمها ان اول ما بيدخل عندي كميه سكر زياده في الجسم ويبدا يتخزن عندي دهون، اول حاجه بتتعمل في جسمنا الدهون بتتخزن في منطقه البطن، وده بيسمى مخزن الطوارئ. ليه؟ ده علشان الجسم حس بخطر وحب يحمي الاعضاء الحيويه زي الكبد والكلى والامعاء. واول ما تيجي تعمل دايت ويحصل نقص سعرات، على طول ناقور الخطر بيدق للجسم ويبدا الجسم يقول استنى ما تحرقش من دهون البطن حاجه، دي اخر ذخيره عندي انا سايبها للطوارئ. كمان منطقه البطن مليانه بمستقبلات زي مستقبلات الفا، ودي بتحب الدهون وما بتحبش تحرقها، بعكس تماما منطقه الذراع والوجه، دي بتنزل بسرعه وبتكون سهله النزول. اول ما بتيجي تعمل دايت على طول بتلاقي على طول الوجه عندك اختلف تماما وبدا ينزل، ومنطقه الذراع عندك او منطقه الصدر بدا تفقد منها كميه دهون كبيره. الفكره كلها ان دهون البطن عندك مش عنيده، هي بس واخده القرار ان هي اخر حاجه هتنزل في الدهون. الكارثه الاكبر مش ان هي موجوده، الكارثه الاكبر هو الارتفاع الكورتيزول بسبب الضغط النفسي وقله النوم، وان انت عندك خوف كبير قوي من الميزان، دايما عندك هاجس هتنزل ولا ما هتنزلش والكلام ده اللي بيرفع عندي كميه الكورتيزول عندي وبيخلي الدهون تتخزن بشكل اكبر في منطقه البطن. عشان كده بتلاقي ناس عامله دايت صح 100% وماشيه على نظام غذائي ممتاز ومع ذلك ما بتنزلش في الوزن. عشان كده بتلاقي في ناس عامله دايت صح 100% وبتخس من كل مناطق جسمها الا منطقه الكرش. فدهون البطن مش دهون عنيده، مش محتاجه قسوه عشان تتعامل معاها.